البشرية التي يمارسها سكان تركستان؟ في تركستان أولا توجد جامعات حتى في ظل الحكم الصيني، فهنالك طبعا يعني مهما كان، فالصين حينما تدفع بكذا مليون من الصينيين لن تتركهم بدون جامعات وبدون مدارس، ولذلك يوجد مدارس صينية، لكن هذه المدارس المناهج فيها مناهج موجهة لإلغاء المسلمين ولتكريس الهوية الصينية. هذا ليس فقط في هذه المنطقة، وإنما هنالك أكثر من 100 مليون مسلم ينتشرون في مناطق الصين من الشرق إلى الغرب. وكما تعلم يعني في بكين يوجد جامع من أكبر جوامع العالم مساحة، وهذا جامع قديم. يعني المسلمون حكموا الصين بشكل كامل، ولذلك الإسلام ليس دخيل. وحتى في منطقة تركستان الشرقية وفي بقايا مناطق الصين ما زال هنالك عرب من أصول عربية. يعني الفتوحات التي ذهبت إلى هناك تزاوجوا مع الصينيين وأنجبوا وبقيوا في تلك المناطق، ثم الدعاة ثم إلى آخره. يعني هنالك لكن أقلية من أصول عربية موجودة أيضا في الصين وهم مسلمون. فبالنسبة للسكان هنالك يمارسون الزراعة وتربية الخيول ويشتغلون في المصانع. طبعا باعتبار الصين أنت تعلم هي عبارة عن دولة كانت تتبع النظام الشيوعي، قضية الشغيلة والمصانع وهذه الأمور يعني موجودة ومتوفرة في تلك البلاد. ولكن دائما القيادة ليست للمسلم. يعني إن كان في المدرسة فالمدير صيني ليس مسلم، في الجامعة أيضا. يعني المناهج موجهة بهذا الشكل، فالعمل بصورة عامة حتى في مجالات هناك تهميش كل المسلمين في مناصب حساسة في الصين. الإدارات لغير المسلم. المسلم يكون في الأعمال الوضيعة، يعني الأعمال البسيطة، الأعمال التي أصلا تبقيه تحت خط الفقر، لأن الإنسان حينما يجوع يبحث عن اللقمة، ينسى كل شيء. هذه حقيقة، وهذه كثير من الأنظمة في العالم تتبع. يعني أنا حتى سمعت من أحد الناس مرة أقول يا أخي لماذا هذا النظام مثلا يجوع الناس؟ قال ببساطة يعني إذا جاع يتبع الحاكم. وهنالك مثل مشهور لا نريد أن نذكره يعني، وهذه حقيقة. إفقار هؤلاء الناس طبعا لهم أنشطة في الزراعة، لهم أنشطة في تربية الماشية، وخاصة لديهم الخيول وهذه الأمور. إذن هذه هي تقريبا الأنشطة، بالإضافة مثلا لديهم حركة نشيطة في مجال الغزل والنسيج، وخاصة النسيج اليدوي بالنسبة للسجاد وهذه الأمور. هنالك يعني هم جزء لا يتجزأ من شعوب تركستان الكبرى، يعني شعوب آسيا. نعم. ما هو تاريخ تركستان دكتور؟ هل يمكن تكلمنا يعني بصفة موجزة عن تاريخ تركستان؟ نحن حينما ذكرنا أن الأصل الأقوام التركية بصورة عامة كانت في منطقة بحر أورال إلى الشرق من بحر قزوين أو بحر الخزر. هذه الشعوب انتشرت من هذه المنطقة وشكلت دول. يعني حتى في زمن الخلافة الإسلامية الأموية نجد أن المسلمين بعد أن أسقطوا دولة الفرس وتقدموا باتجاه فارس وخراسان وتجاوزوها، نجد أن هنالك المعارك بدأت مع الأتراك الذين كانوا يسمون الهياطلة، وهؤلاء كانت لهم جيوش وكانت لهم دول ويسيطرون على قسم كبير من الصين ويمتدون غربا حتى فيما بعد. يعني هنالك تسمع أنت مثلا الدولة الخوارزمية التي كانت تتخذ من خوارزم عاصمة لها، وهذه الدولة بقيت إلى سنة 656 هجري 1258 ميلادي، وسقطت قبل سقوط بغداد
بفترة قصيرة جدا. ولما سقطت، يقول المؤرخون المسلمون، حينما سقطت خوارزم انهار السد الذي كان يمنع المغول من دخول بغداد. وهنالك مثلا لدينا نحن دولة السلاجقة. دولة السلاجقة هذه الدولة الكبرى التي حررت بغداد من الحكم البويهي الفارسي، وأيضا وقفت ضد الحملات الصليبية. معركة ملاذ كرد يعني مشهورة بقيادة ألب أرسلان. إذن هذه يعني الأمم. لكن لو سألت عن دخول الإسلام بالنسبة لهذه المنطقة، هنالك أقاويل أن الدعاة وصلوا إلى هذه المناطق منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهنالك من يقول بل في عهد الخلفاء الراشدين. لكن الفتح الكامل وصل إلى مدينة كاشغر في سنة 69 هجرية 714 ميلادي. بقيادة من؟ بقيادة قتيبة ابن مسلم الباهلي. وهذا طبعا يعني في ذلك الوقت يعني مشهور في تلك السنة المسلمون. موسى بن نصير كان يتجه غربا هذه الفتوحات، وهنالك الفتوحات الأخرى بقيادة محمد بن القاسم باتجاه السند. ويعني نجد نحن أن هذه المنطقة يعني منذ ذلك الوقت، وفي سنة 139 أيضا هجري، نجد أن لأن الخلافة الأموية انتهت في سنة 132 للهجرة، وجاءت محلها الخلافة العباسية. الخلافة العباسية لم تتخلى عن هذه المنطقة، إنما استمرت، حيث نجد أن الخليفة الأموي العباسي يرسل جيشا أيضا إلى تلك المنطقة في سنة 139 هجري بعد الأمويين ب7 سنوات، سنة 756 ميلادي. هذا الجيش يصل إلى منطقة تركستان. وليس هذا فحسب، كان قام انقلاب في الصين، وطلبت الصين مساعدة من المسلمين الذين كانوا في تلك المناطق، فأرسل الخليفة العباسي ذلك الجيش، أعاد إلى الإمبراطور الصيني تان سوتشينغ عرشه. وأصبحت الصين في ذلك الوقت تحتمي بتركستان، وهي التي تقرر حماية العرش الصيني ومن الذي سيبقى فيه. هذا في ذلك الوقت. إذن الإسلام منذ ذلك الوقت، واستقر ذلك الجيش في الصين، الجيش الذي أرسل بناء على طلب الإمبراطور الصيني الذي كان قد عزل. بقي ذلك الجيش وجميع العسكر تزوجوا بالصينيات، وأنجبوا في تلك البلاد، وشكلوا نواة الجالية الإسلامية في عمق الصين. طبعا حينما أنت تتحدث يعني على مدة من الزمن تتجاوز 1200 سنة، يعني تصور أنت شخص واحد منذ 1200 سنة كم يكون وراءه من الأجيال إذا كان من، خصوصا من جماعتنا من العرب، يعني ما شاء الله، يعني هم ينجبون بشكل يعني خارج عن هنا. لا تتصور، يعني تقول لبعض الناس والله لي أخ لديه 14 ولد، يقول لك كم زوجة عنده؟ تقول زوجة واحدة، يعني يقول لك زوجة واحدة 14 ولد يعني. فجماعتنا يعني حينما ذهبوا هؤلاء كانوا عسكر، يعني طبعا كلهم أصحاء وأجسامهم قوية ولا توجد بينهم أمراض. وعمليا حينما يذهب هو جيش كامل، يعني جيش يغير نظام الحكم في الصين، فبالتأكيد ليس من الجيوش الضعيفة. كل هؤلاء الآن أبناؤهم في تلك المناطق، وقد تجد أحيانا بعض الصينيين لهم سحنة عربية حتى الآن. إذن في ذلك الوقت يعني أصبح بهذا الشكل. لكن يقال أن عدد وفود الدعاة التي دخلت الصين عبارة عن 76 وفد حتى سنة 604 للهجرة.
يعني هذا رقم من الأرقام التي قرأتها عن المسلمين في تلك البلاد. يعني حينما نأتي إلى هذه المعلومات لا يستطيع الصينيون أن يقولوا أن الإسلام ابن البارحة، ثم أن قومية الأويغور في منطقة تركستان أقدم من الصينيين، فهي منطقة تركية أويغورية ليس